مش الأصول علي الكوماندا قبل ما يقترح يعمل مجمع للمستثمرين يشرح لنا يعني ايه مستثمرين؟ ودي عايزة شرح يا جاهل. المستثمرين دول فصيلة من الموظفين موطنهم الأصلي أوروبا وأمريكا، وتمتاز هذه الفصيلة بأن مائيتهم بتقضيهم طول الشهر. قريت الخبر ده؟ اسمع يا سيدي، بيقول لك تعاقد مستثمر عربي صاحب شركة أفلام مع كبير خدم بريطاني مقابل مرتب لم يسبق له مثيل، حيث وصل إلى 135,000 دولار سنويا، وكان الشرط الوحيد ألا يلقي أي نكت. ويبدو أن المليونير قد مل الخدم السابقين الذين استخدمهم لأن بعضهم أسرف في إلقاء النكت والضحك، وتعين على كبير الخدم البريطاني أن يوقع عقدا مدته 5 سنوات يتعهد فيه ألا يلقي أي نكت أو قفشات. وسيصبح كبير الخدم الجديد مسؤولا عن إدارة منازل المليونير في بلاده وفي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية USA. إيه؟ USA ده نوع أكل؟ أيوة، دي طبخة جديدة منتشرة في الشرق الأوسط. بالذمة مش كنت انت أولى يا سماوي؟ أرزاق، أنا أكتر واحد كان ممكن أغم وأسد نفسه وأنكد عليه ليلاتي، ومستعد بأكلي، بس أنا والعيال وأمهم جاتنا النيلة في حظنا الهباب. 135,000 دولار، يطلعوا كم دولار دول؟ انت هتفضل مكتئب كده على طول يا اكسلانس بسبب معوقات الاستثمار ورزالة عبده مسوجر؟ انسى بقى. انسى ازاي بس يا عزيز؟ واعمل ايه في حياتي؟ اقعد في القهوة مع الموظفين؟ لما رجال الاعمال الكبار اللي زينا يبقوا عواطلية، ده الياما لازم تقوم يا عزيز. انا رأيي انك تسافر لك كام شهر كده، كان هترجع فريش، تشغل وقتك بهواية جديدة، وكمان تغير الكلوب اللي انت مشترك فيه ده. زهقت يا عزيز من الصيد والتنس والشيش والكروكيه. حتى عنتر مزاجه مش تمام، زهقان. مين عنتر ده؟ اخو منس الصغير؟ لا، ده الحصان بتاعي. تصور عزيز، رافض ياكل سكر ومرتديلا، عايز ياكل بصارة. يبدو عزيز ان الاكتئاب ده عدوى. كبر مخك كبر مخك. انا اعرف انك عندك ميول ادبية. ايه رأيك تشغل نفسك بالكتابة؟ يعني هم مؤلفين المسلسلات بتوع التلفزيون دول احسن منك. تاخد درينك يا عزيز، حد له نفس. هات لي حتة فيليه. بقول لك يا زيزو اخويا، انا عايزك تركز معايا وتفكر لي كويس. انا مخي خلاص مبقلل من صحابك بتوع المسلسلات دول. حاجه غريبه، بيكسبوا دهب، بيعبوا شويله والله. بقول لك ايه، انا سمعت اخيرا، دبرني، سمعت ان هم بيبيعوا المسلسلات بالدقيقه والثانيه. ايه ده؟ يعني بعد كده ممكن يبيعوها بالوقت والامطار؟ بسيطة يا كمبورة بيه، حلها بسيط قوي. احنا هنجيب مزة نجمة كده تكون حلوة، على واد نجم حلو كده يكون فرع، على مخرج مخيخ يعمل لنا مسلسلة حلوة، والرزق يهل بقى والبلية تجري ومن زرع حصد. لا 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 زيزو، كل ده ما يهمنيش. مزة نجم ده ما يهمنيش. انا اللي يهمني اعطر على ولد سينارياجي صايع، ما ولدتوش ولادة وسابق عصره. سينارياجي ازاي يعني؟ سينارياجي يعني واد ميكانيكي، كتوبة يعني. امال يكون عنده شوية فكر، يعني زعلان شوية، زعلان من نفسه ومن مجتمعه والناس. يعمل لنا حتة حكاية كده فكاهية من 70 حلقة، وعبي وبيع وسقع وبيع وسخن وبيع وسلم لي على TV سونج. تاهت الإله. الكحيت اليومين دول سرح بشوية مسلسلات على شوية سبوعيات على شوية سهرات، نسقط منه مسلسلة طويلة وننفذها ونبيع، ننفذ ونبيع وسلمنا على قوشين.
أنا جاهز كمبورة بيه. عندي ليك موضوع يجنن. قطعة حلوة عاطفية دراما في الأكشن، أنا مسميها حب سيمون فيمي بالجوافة. ايه الاسماء دي يا اخي كحيت؟ يا ساتر، ده انت انزوح بلا مبرر. انت مش شايف نفسك يا راجل تقول لي اسماء؟ انت مش عارف المنتجون دلوقتي بيسموا اسماء افلامهم ومسلسلاتهم ايه؟ بيسموا اسماء الافلام على اكلات شعبيه مشهوره، اسماء المسلسلات على احياء مائيه معروفه في البلد. امال يعني مثلا انا عاوز اسمي كده ايام الزيتون المريره، ليالي المنيره المهديه، اسماء حلوه. طب خد الفيلم ده، شفت؟ لا انا عاوز اسمي كمان مسلسل اسمه العجوزه في ظهر الدقي. شفت؟ العجوزه في ظهر الدقي. طب ايه رايك في اسم الفيلم ده؟ شطه في طبق مخروم. شفت الاسماء؟ انا عايز حاجات من دي بقى. قول لنا قصه من قصصك اللي لايقه عليك. شوف، أنا هفاجئك بقصة كبيرة بس إنتاجيا هتكلفك. أنا مسميها فاجعة فوق الروف جاردن. البنت شغالة في بيت، خلفت بنت صغيرة من سيدها الباشا. أبوها عرف اتشل، اتزحلق في قشرة موز مات. أمها عرفت جالها ذبحة صدرية. عمها عرف فقد الذاكرة. خالها عرف خلص كل ازايز الخمرة اللي موجودة في النايت كلاب، من اول افخم الانواع لغاية السبرتو. خلص ده كله وهو قاعد بيتفرج على رأس عزيزة نايلون. في الاخر عمي. بنت افترقت عن امها من وهي طفلة صغيرة. كبرت البنت وهي ما تعرفش امها. حبت واحد ملياردير كبير كان بيخرج من الجزيرة بتاعته في طيارته الخاصة، وبيرمي من الطيارة ب1,000,000 جنيه ورد على الروف بتاع القصر بتاعها. اتجوزوا وقضوا شهر العسل في الريفيرا في اوتيل الكلوب الحسيني. لما رجعوا كان في انتظارهم مفاجأة كبيرة. اتضح ايه كمبورة بيه؟ اتضح ان ابن عم جوزها كان هو وكيل النيابة اللي كان بيحقق في قضية ابوها لما كان بيستورد لانشون مضروب. حرام عليك يا راجل، حرام عليك. ده انا قاعد معاك لاني راجل متواضع. ده انت مطلع 12 حشرة من شعرك من ساعة ما دخلت. انت ما يتعادش معاك خالص. وبعدين دي قصة من القصص دي هندي يا راجل، قصة فقيرة. انا عايز البنت تتجوز واحد غني اسمه كمبورة بيه، اساسا رجل اعمال، ابوه لورد سابق طلع على المعاش، ابن عمه باشا قديم واخد البكوية، واخد بالك؟ راجل من رجال الاعمال الكويسة. هذا الرجل يشارك ابوها في صفقة ويدخل البرلمان، يترستق تحت القبة ويجعص ويتستت ويحط كولونيا من بتاعة المطار ويحتفلوا بالنجاح، ويجيبوا الراقصة عزيزة فرامل، وسلم لي على شركة كامبورتو للفيديو فليب. بلا زيت بلا سكر بلا تموين يا ام منص، ارجوكي سيبيني عشان اركز. الحلقه دي معصلجه معايا وانا خايف الخط الدرامي يفلسع. ارجوكي. ايوه. ليل داخلي، نهار خارجي، شروق داخلي، غروب خارجي. شهدها كتير قوي الحلقة دي.
نهار خارجي تمت بحمد الله تترات النهاية. يا نخش بقى على الحلقة اللي بعدها. حقيقي انت بتتعب قوي يا ابو منص. ربنا يوفقك يا اخويا ويحنن قلب الرقابة عليك. اللي قول لي يا ابو منص، هما هيدوك البوعة ده كام في الحلقة؟ ويخموك انا عارفاهم ياما خموا مؤلفين وممثلين. اقول لك ايه يا ام منص، ما تبقيش مادية يا ولية. انا بكتب عشان فلوس؟ هو انا محتاج؟ انا بكتب عشان مجدي الادبي. يا سلام يا سلام يا اخويا يا سلام. هو يعني مجدي الادبي ده هو يخلصوا انك تكتب ببلاش؟ لا من بختك يا جمالات. قال جوزك ايه طلع مؤلف مسلسلات. كحيت شردت عيالي يا كحيت. فين الحلقه ال 12 يا كحيت؟ هصور انا ايه دلوقتي؟ هقول اكشن ازاي؟ ولا يهمك، ما تعملش في نفسك كده. كله هيبقى جاهز ما دام الممثلين موجودين. كله هيبقى مظبوط. ثانية واحدة. انت وانت تعالى. انت قاعد هنا جوه المحل وانت بتعدي من بره المحل. انت هتقول اتفضل يا عرب، اتفضل يا عرب. انت تقول له لا شكرا. فانت تقول له اتفضل انسنا ونورنا. انت تقول له شكرا يا ابو الكرم كله. انت تقول له الشاي جاهز. يقول لك ربنا يخليك يا ذوق. مفاجئا اياه، انت مفاجئا اياه تقوم قايل عليا الطلاق لا انت جاي. انت مستسلما تقول له بعدين بقى، وتقوم جاي علشان تقعد. قبل ما تقعد ثانية واحدة خليك كده. تعالى انت هتفوت من قدام المحل. انت المجاميع. يلا اقعد. بعد ما يقعد انت تقول له ايه مالك مستعجل ليه؟ عايزين نتآنس بيك، بقالنا مدة ما حدش شافك. يا اهلا طيبون يا راجل. انت تقول له سلامات. يقول لك ها ايه الله ما قلت ليش انت مستعجل ليه؟ نقطع عليك ما تردش. ترجع لك الكاميرا تقول له ها مالك. نقطع عليك ما تردش. ترجع لك الكاميرا تقول له الله ايه في ايه الحكايه. انت تروح واقف فجاه وقايل له ابو زينب اتشل وامها جت لها ذبحه صدريه وتسقط في الكتف وتخلص الحلقه. شفت كده؟ نبقى احنا ملينا الثلاث ارباع ساعه بتوع الحلقه ال 12، وبكره اما نيجي نصور الحلقه 13 يحلها ربنا. علم نفسك يا فهد. مكان كله محط. الونش عشاننا الونش يعني ايه يا ساكن يا فندم؟ الدنيا وانا بصحى. هو الكحيت ده ارهابي؟ لا مش ارهابي، ده مؤلف مسلسلات عمل عملته وهرب قبل الحلقه الاخيره.